أهلا بيكم في تاني حلقة من حلقات فن الاحتواء بعنوان الجدعنة اللي بتخرب بيوت. عامل نفسك أخ وجدع مع أي ست وبتهدم بيتك بإيدك من غير ما تحس. في نوع من الرجالة تحسه دايما موجود زيادة عن اللزوم، جدع خدوم، بيسأل على صاحبة مراته، يطمن على مرات صاحبه، يهزر مع مرات أخوه وياخد أرقامهم عشان لو في حاجة. قدام الناس محترم والناس تشهد له بالأدب، بس في حاجة مش مظبوطة. المشكلة مش في الخدمة، المشكلة في الحدود. كلام كتير، رسايل ملهاش لازمة، مكالمات عادية، اهتمام زيادة، مزاح شخصي، كله بيبدأ بسيط وينتهي بحاجة أكبر. الغيرة اللي بتطلع فجأة مش بتيجي من فراغ، لأن الإحساس بالغلط بيوصل حتى لو محدش اتكلم. الرجولة مش إنك تبان جدع، الرجولة إنك تبعد نفسك عن الشبهة. الشيطان ما يبدأش بخيانة كاملة، يبدأ بخطوة، واللي المفروض يكون لبيتها ما ينفعش يكون عندك. الصح بسيط، حدود واضحة، كلام للضرورة، مفيش خصوصية خارج الإطار الصح. الغيرة فطرة والحدود أمان. اسأل نفسك بصدق، هل وجودك في حياة غيرك محافظ على البيوت ولا بيقربها من الخطر؟ ولو حسيت إن الكلام ده مهم، تابعونا في سلسلة فن الاحتواء، لأن الاحتواء مش بس بين زوجين، الاحتواء كمان إننا نحافظ على الحدود. واكتب رأيك بهدوء في التعليقات.